انتقلت مساء اليوم إلى عفو الله العداء المغربية فاطمة عوام عن سن يناهز 55 سنة بعد صراع مع المرض. والمرحومة تخصصت قيد حياتها في سباق المسافات المتوسطة، وكانت من أبرز العداءات في تاريخ ألعاب القوى المغربية في سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، إذ شاركت رحمها الله في أكثر من منافسة دولية، وحطمت الرقم القياسي العالمي في مسافة المايل المزدوج، حيث كانت أول امرأة مغربية وعربية وإفريقية تحطم الرقم القياسي في هذه المسافة في إيطاليا سنة 1987. كما حصلت رحمها الله على ميداليتين في الألعاب الفرنكوفونية في سنة 1989، وفازت بالميدالية الذهبية في مسافتي 1500 متر و3000 متر بالدار البيضاء. كما فازت قيد حياتها على 9 ميداليات ذهبية. وسيورى جثمان الفقيدة فاطمة عوام الثرى غدا بعد صلاة الظهر بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الوعي بأن المرأة ولا البنت كيخصها دير الرياضة ولا تجري بحال الولد.